السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش اتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس والله غصب عني كنت عيانة جدا. الحمد لله يا رب. بصوا بقى، النهارده يوم جديد وروتين جديد. النهارده هنغير اوضة النوم. عايزه اقول لكم بقى، هندهن الدولاب اللي قدامكم هناك دوت والكومودينو القمر ده و... وكده يعني. هنغير شويه حاجات في الاوضه، وعايزه اقول لكم هنغيرها 180 درجه. بس عايزه اقول لكم قبل ما نبدا الفيديو، بالله عليكي حطي اللايك وشجعيني بكومنت حلو كده، واكتبي كومنتات كتيره جدا جدا. عايزه اقول لكم النهارده يوم انا مبسوطه جدا. هنغير اوضه النوم بحاجات بسيطه، بحاجات عندك بستاره مثلا كنت ركناها، مش عارفه ايه الكلام ده كله. والله بصي، تعالى ناخد من بعض بقى افكار كده، وعايزه اقول لكم تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كلنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونكتب في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بصوا بقى، بدات يومي النهارده كده بان انا الم بقى الدنيا والم فيها. عندي غسيل كتير قوي. كنت طبعا بغسل واحط على الكنبه، اغسل واحط على الكنبه، لاني كنت تعبانه جدا مش قادره اعمل اي حاجه خالص. فعندي غسيل، شويه غسيل كده ايه محترمين هلمهم. الجواكت اللي عايزه تتعلق هعلقها، والغسيل اللي عايز يتلم هلمه. والم شويه. بصوا، من كتر ما الاوضه مليانه زباله، انا كل شويه اكنس، يعني انتوا فاهمين. بس الم بس الزباله دي كلها كده واطلعها بره، عشان خاطر ايه؟ نروق الاوضه كده مع بعض، وبعد كده نبدا واقول لكم هنعمل ايه. عايزه اقول لكم الفيديو ده ليه جزء تاني، يعني فاهمين انتوا. انا صورته لكم على جزئين، لان انا دهنت الدولاب وسبته ينشف، اللي هو الوش الاول. لان انتوا زي ما انتوا شايفينه بني، فهو لازم ياخد وشين. فانا هدهنه وش ابيض. يعني هدهنه وبعد كده هسيبه ينشف، وبعد كده هكمل معاكم ان شاء الله في الفيديو التاني. لو انت عايزه تشوفي بقى التغييرات اللي احنا عملناها في اوضه النوم والكلام ده كله، تحطي لايك وتشجعيني بكومنت حلو كده، وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، علشان تشوفي كل الفيديوهات اللي انا هنزلها ان شاء الله الايام اللي جايه. في تغييرات حلوه جدا هنعملها سوا. وبحبكم جدا في الله، وشكرا جدا على تعليقاتكم. وعايزه اقول لكم انا بشوف كل تعليقاتكم، ومعلش لو انا برد على حد وما بردش على حد، لاني بيبقى والله العظيم 3 النت عندي مش حلو شويه، فغصب عني. بصوا بقى، بدات بالكومودينو، وعايزه اقول لكم ان هو عشان ناعم شويه فزهقني، لحد ما اديته اللون اللي هتشوفوه في الاخر دوت. وعايزه اقول لكم انا كنت مبسوطه بيه جدا. بالمناسبه جبت له مقابض، اللي هي المقابض الذهبي دي، وان شاء الله تشوفوها في الفيديو اللي هينزل بعد ده وكده. يعني عايزه اقول لكم في تغييرات جامده جدا النهارده، وحاجات جامده جمدان السنين. يعني عايزه اقول لكم اقسم بالله مبسوطه جدا بالتغييرات اللي انا هعملها. وعايزه اقول لكم هغير البلكونه ديت، مش قادره اقول لكم هعملها حاجه كده سبيشال. يا سهى، الشتاء داخل علينا. ما انا هعملها يا جماعه، والله العظيم ايه المشكله؟ الشتاء داخل علينا يعني. ما مش هنعمل في الشتاء يعني، لا هنعمل وبصوا عايزه اقول لكم البلكونه دي هعملها جنينه جامده جدا. بس بقى بالله عليك، لو انت لسه مش ما اشتركتيش في القناه بتاعتي، لا اشتركي وفعلي زر الجرس كده. عايزين نكمل 20,000 بالله عليكم. وشيري لي الفيديو على قد ما تقدري لاصحابك واخواتك وكده، يعني عشان يشوفوا التغييرات القمر اللي احنا هنعملها، والافكار السكر اللي احنا هنعمل. عايزه اقول لكم الكومودينو ده انا شحتاه من عند امي، يعني فاهمين انتوا. هي عندها كانت شاريه كده 2 لوحدهم، ف حسيت ان هي مش محتاجه دوت. فانا اخدته منها بقى، وقلت ايه، هدهنه كده دهنه حلوه الاول، هغير لونه. لان انتوا عارفين طبعا، الناس اللي متابعاني بقالها كتير، انا موتي وسمي اللون البني. انا كان عندي المطبخ لونه بني في بيج طبعا، دهنته وعملت مطبخ ابيض وكده. يعني ارجعوا للفيديوهات القديمه خالص اللي انا كنت بدهن فيها المطبخ وانتوا هتشوفوا. بصوا بقى كده، اديته الوش اللي هو الاولاني. هفضل بقى ادي فيه الوش كده واسيبه ينشف، وبعد كده ارجع عليه تاني لحد ما ايه يديني الدرجه اللي انا عايزاها. فاهمين قصدي ايه؟ بس مسكت الرولة كده ونزلت بقى ايه. عايزه اقول لكم كنت مبسوطه جدا جدا وانا بعمله، والنتيجه في الاخر خالص هتشوفوها معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي. كانت روعه جدا وانا حبيته قوي، وكان شكله تحفه بصراحه. وغير الاوضه بصوا، غيرها 180 درجه اقسم بالله. طبعا ايه، هنعمل مع بعض شويه حاجات كده بسيطه خالص خالص، هتخلي الاوضه عندك تحفه. هتحس نفسك كده في جو شاعري اقسم بالله. انا اصلا، بصوا يا بنات، انا اصلا بحب اوضه النوم بتاعتي تبقى كده حاجه مختلفه، وكل شويه لازم اغير فيها، لان انا معظم وقتي كله ببقى قاعده فيها. فاهمين انتوا قصدي ايه؟ فانا بحبها.
وبحب كل شويه اغير فيها وكده. وعايزه اقول لكم بالمناسبه اصلا البلكونه دي في اوضه النوم، فاهمين انتوا قصدي؟ فالبلكونه مع في التغييرات اللي هعملها بقى مع اوضه النوم، والتغييرات اللي هعملها برضو في اوضه النوم هتبقى جامده جدا. القعده فيها كده هتبقى بص ولا في الخيال. لو انت عندك نفس الموضوع البلكونه في البلكونه عندك في اوضه النوم، استني بقى الفيديوهات اللي جايه، افكار جامده جدا للبلكونه. وهندهن السور الاسود ده، هنخليه ابيض ان شاء الله، يعني عشان يبقى نهارنا ابيض كده باذن الله، يعني فاهمين انتوا؟ بصوا انا من عشاق الابيض يا جماعه، اقسم بالله سواء ده بيتوسخ بسرعه. اقول لكم وسخي ونضفي وادهني تاني، ايه المشكله يا جماعه؟ احنا عايشين عشان خاطر نتمتع ونعيش وحياتنا وكده يعني. بصوا كده بقول لكم، انا اديته الوش الاولاني وسبته بقى كده ايه مع نفسه ينشف عشان هديله وش تاني. هنا كنت بشيل بقى بفضي الدولاب، خفت بصراحه لحسن وانا بدهن حاجه تطرطش على الهدوم فتبوظها، فقلت لا هشيل الهدوم كده كلها، اركنها كده على جنب على الكنبه زي ما هي متطبقه كده، وابدا ادهن في الدولاب وكده، فاهمين قصدي ايه؟ بس فهنا كنت بشيل بقى هدوم العيال وشلت هدوم محمود وكده. عايزه اقول لكم الضرفه الاخيره دي هدومي، فانا ما شلتهاش يعني، عادي عادي، انا دايما اللي بضحي وكده يعني. هاتي بوسه. لا طيب. بصوا بقى هنا بقى بدات ادي بقى ايه الوش الاولاني للدولاب، وزي ما قلت لكم بياخد وش او اتنين، فاهمين انت؟ يعني بياخد وش تاني بعد دوت او اتنين. فهتشوفوا برضو معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله بقى لونه عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى تحفه، والمقابض بتاعته دي كده دهنتها ذهبي. بصراحه كان جامد جدا، يعني حاجه كده. لو انت برضو عندك اوضه نوم بتاع، لا تشجعي والله العظيم 3. ولو عايزين ان شاء الله باذن الله، لو عايزين اسم الدهان اللي انا كنت بدهن بيه اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هصوره لكم في الفيديو الجاي باذن الله، اللي هو ايه، اللي هو الفيديو الفينش بقى، فاهمين انتوا؟ بس هنا كنت بدي بقى. بصوا عايزه اقول لكم اقسم بالله انا كنت في كميه، عايزه اقول لكم ان انا اصلا دراعي كان واجعني وانا بدهن. بس لا كنت مستمتعه كده وانا بغير الاوضه، وانا بعمل بايدي، فاهمين انتوا فاهمين قصدي ايه؟ وانا بغير بايدي كده وبعمل حاجه بايديا وكده. فلا كانت حاجه كويسه والله، وانا حبيتها قوي ان انت تغيري حاجه، وان انت لما تكوني عايزه تعملي حاجه مفيش حاجه اسمها مستحيل. يعني انا كنت عايزه اجيب واحد يدهن لي الدولاب، يعني فاهمين قصدي ايه؟ كنت عايزه اجيب واحد يدهن لي، قلت طب وليه اجيب واحد؟ طب ما انا اجيب الحاجه وانا ادهنها، يعني طب ما انا اجيب الحاجه وانا ادهن وانا اعمل كل حاجه بايديا، يعني ليه اجيب حد؟ فالمهم بقى مسكت كده الرولة، اشتريت رولة ورحت جبت بقى الدهان، ومسكت بقى الدولاب كده ايه خليته يعني كأنك بقى ايه عروسه جديده، والدولاب جديد وكل حاجه جديده، وحاجه كده ايه فل شمعه منوره. طلعت بقى كده على السرير، وعايزه اقول لكم بقى مسكت كده من فوق ورحت ايه اديت. عايزه اقول لكم انا بدي كده عشوائي، لان ده الوش الاولاني، فاهمين انتوا قصدي ايه؟ الوش التاني طبعا هتدهني كويس، وكل الفراغات دي هتتملي، ومش هيبقى في حاجه بني خالص ظاهره، يعني فاهمين قصدي ايه؟ بس حطي بقى اللايك لو انت نسيتي تحطي لي اللايك، وشجعيني بكومنت حلو كده. وان شاء الله استنوني بقى في الفيديو الجاي عشان تشوفوا الاوضه بقى شكلها عامل ازاي بعد ما دهنتها وخليتها ايه جامده. بصوا لو انت نفسك في حاجه ما تتردديش ان انت تعمليها، اعمليها وتوكلي على الله، وسبحان الله يعني ربنا ان شاء الله مش هيخذلك ابدا. هنا كنت باخد الصوره المصغره فعادي يعني. بصوا بقى لا عادي عادي، ده الجنان بعد فاهمين بعد الشغل يعني. بصوا هنا كنت بدي بقى ايه الوش التاني، اللي هو الوش التاني دوت بقى. بصوا الكومودينو دوت في قلبي في قلبي اقسم بالله. عايزه اقول لكم انا حبيته قوي، ولما اتغير كمان بقى شكله تحفه. عايزه اقول لكم ان هو تحسوه من التراث القديم، صح؟ والرسمه بتاعته تحسوها كده من زمان قوي يعني. انا هنا كنت بديله الوش التاني، وعايزه اقول لكم برضو اديته وش تاني في الفيديو التاني بس ما صورتش، اللي هو ايه اديله ابيض ابيض بقى، فاهمين انتوا؟ اللي هو ابيض بقى يخليه بصوا تشوفيه كده في قلبك كده. وجبت بقى اباجوره جديده وستاير كده. بصوا يعني مش قادره اقول لكم، سرقت كده ستارتين من عند امي. فلا هنغير الاوضه بحاجات بسيطه والله، هتغيري الاوضه وهتخليها بصي فله حاجه كده ولا في الخيال. مسكت بقى الدرج كده من جوه اللي هو الايد بقى كده، عشان خاطر ايه برضو يعني الحبشتكنات دي برضو ما تظهرش، عشان ما تظهرش ايه في كده اهو. يلا اديله بقى يلا.